لما تلاقوا إنسان طيب وفي حاله وما بيحبش المشاكل، أرجوكم سيبوه طيب. ليه تستفزوه وتطلعوا أسوأ ما فيه؟ إزاي يكون إنسان جبان وما عندوش شخصية والناس كلها مش عاملاله حساب، وفجأة يكون قوي والناس كلها تعمله ألف حساب؟ وده اللي حصل في فيلم أقوى الرجال بطولة نور الشريف وسهير رمزي، من الأفلام الممتعة جدا. الفيلم ده بيحكي عن زكي اللي شغال كمساري أتوبيس، إنسان غلبان جدا وفي حاله، عايش مع مراته وابنه الصغير. وفي نفس الوقت كان في واحد مجرم ومدوخ الحكومة كلها وشبهه بالظبط، ومسميينه الوحش. كان بيسرق وينهب ويقتل ويعمل كل حاجة. ولما جابوا الناس اللي شافوا الوحش ده وقعدوا يوصفوه ويوصفوا شكله، عينيه عاملة ازاي وبقه عامل ازاي ووشه عامل ازاي، الحكومة ابتدت ترسمه ورسموا صورة زي صورة زكي بالظبط. تخيلوا بقى، الوحش اللي مدوخ الحكومة وبيقتل وبيعمل والكلام ده كله، جابوه في الراجل الطيب الغلبان الجبان اللي ملوش لا في الطور ولا في الطحين ده. والحكومة ابتدت تطبع الصورة كذا طبعة وتوزعها بقى على المخبرين وعلى الناس كلها، وابتدوا يدوروا على صاحب الصورة دي. وحتى مرات زكي الغلبانة الشقيانة، الناس كلها بتعاكسها بقلب جامد، عشان عارفة ان مفيش حد هيقدر يقف لهم ولا حد هيكلمهم. حتى صاحب البيت قرر يطرد زكي هو وجاره عم سيد، وطبعا ندى زكي وقال له انت لازم تفضي البيت عشان عايز يعملوا مخزن. طبعا زكي ما قدرش يتكلم معاهم، وادوله مهلة يفضي فيها الشقة. وطبعا راحوا لعم زكي طردوه هو وعياله في الشارع ورموله حاجته في الشارع قدام المنطقة كلها، ومحدش قدر يتكلم معاهم. ده حتى بتاع الفاكهة ما عملوش حساب ومرضيش يديله فاكهة. ولما راح لقى عم سيد وعياله ومراته مرميين في الشارع، خاف اكتر وقال لمراته احنا لازم نمشي ونسيب البيت، انا مش قدهم ومش زيهم. ده اصحاب البيت حتى عشان يخوفوه خلوا اخته جاياله وجوز اخته، وراحوا ماسكين جوز اخته مدين له حتة علقة، وهم عمالين يقولوا له حوش حوش. ما قدرش يتحرك من مكانه وما قدرش ينزل يدافع عن جوز اخته. لما طلعوا له جوز اخته مكسر خالص، ومراته قعدت تزعق لهم وتعمل، لكن هو ما قدرش يتكلم، ما هو جبان. راح يسأل على شقة الحكومة، قالوا له بعد عمر طويل ان شاء الله. ملقاش فايدة. الحكومة فضلت تدور على صاحب الصورة لما لقت زكي قاعد على القهوة وخدته. وبعد كده راحوا له البيت يفتشوا البيت ويدوروا على اي حاجة تدل على انه الوحش. كله طبعا مش مصدق ان هو الوحش، وهو قاعد يقول لهم بريء، ده انا غلبان، ده انا ماشي جنب الحيط، ده انا ماليش دعوة بحد. طبعا محدش صدقه، وكل الشهود اللي شافوه قالوا هو ده الوحش. كلهم اقروا وقالوا ان هو ده الوحش. يقول لهم ده انا ما اقدرش حتى اقتل فرخة، ازاي اعمل كل ده؟ ازاي اقتل واعمل الجرايم دي كلها؟ لكن محدش صدقه ودخل السجن. وفي السجن بقى اتعامل على كأنه الوحش، وبقت المساجين تقدم له احلى اكل واحلى شرب وكلهم في خدمته. ولقى معاملة تانية خالص. ده حتى في السجن لقى عم سيد جاره اللي اتطرد من البيت. وعم سيد قال له انا كنت زيك كده جبان وكنت بخاف، لكن الناس هي اللي خلتني كده. وطبعا مفيش اكتر من الاشاعات في مصر، كله بقى يتكلم عن الوحش وزكي وازاي عمل كده وازاي كل ده. لما انتشر الخبر والناس كلها اتأكدت ان زكي هو الوحش. طبعا زكي بقى مستغرب من معاملة المساجين جوه، وازاي بيقدموا له الاكل والشرب. ده حتى تخلوا له تلفزيون في الزنزانة. وعم سيد بقى يقول له خدهم على قد عقلهم وبين لهم ان انت الوحش، والف قصص بطولات وقصص حكايات وحكاها لهم عشان يعملوا لك الف حساب. وفعلا زكي بقى يعمل كده، وبقى يحكي للمساكين ازاي سرق وازاي نهب وازاي قتل وازاي عمل الجرائم دي كلها، وما كانش بيخاف من اي حاجة. والمساجين بقوا يسمعوا له باهتمام ويحترموه اكتر. والحكومة طلعت زكي براءة بعد ما ملقتش دليل قوي عليه، ومراته قومت له محامي يدافع عنه. طبعا المحامي ما خدش فلوس، بس كفاية الصيت بتاعه اللي عمله عشان يدافع في القضية دي.
وطلع زكي من السجن، لقى حاجة تانية خالص غير ما كان داخل السجن. لقى الناس كلها بتعمل له ألف حساب، والناس كلها يا سلام قابلوه بالطبل والزمامير والاحتفالات. طبعا ما هو وحش بقى وكله خايف منه. ده حتى أصحاب البيت اللي كانوا هيطردوه وبيهددوه هما اللي استقبلوه وعملوا له 100,000 احتفال. وزكي بقى مستغرب ازاي هما بيعملوا كده. ده حتى مراته بقت مصدقة ان هو الوحش وبقت خايفة منه كمان. يعني مراته اللي معاشراه بعد ما شافت كل ده بقت تخاف منه ومصدقة ان هو الوحش. وابنه واخته وجوز اخته وكل الناس اتعاملت معاه على انه هو الوحش. بقى ينزل الصبح من البيت يلاقي الناس كلها قاعدة تحت مستنياه عشان بس تشوفه. وفعلا بقى يتعامل مع الناس كأنه الوحش، والناس بقت تهتف أبو الرجال أبو الرجال. ده حتى لما حب يرجع شغله السواق اللي كان بيشتغل معاه بقى خايف منه. ولما ركب الأتوبيس والأتوبيس كله شافه الناس كلها نزلت من الأتوبيس وخافت منه. زكي بقى محتار في نفسه، مش عارف هو طيب ولا هو شرير. هو زكي الطيب ولا الوحش اللي بيقولوا عليه أبو الرجال؟ بقى مش عارف هو نفسه مين أصلا. ولما لقى مرات عم سيد وعياله جايين وقاعدين ومش لاقيين حتة يقعدوا فيها، خلى أصحاب البيت يرجعهم شقتهم تاني. ده حتى لما راح يشتري فاكهة من الراجل اللي ما كانش راضي يبيعله بقى يبيعله بالتسعيرة وخلاه يبيع بالتسعيرة للناس كلها. فعلا ناس تخاف ما تختشيش. أصحاب البيت من خوفهم منه حبوا يعملوا معاه واجب، وخدوه سهروه سهرة حلوة كده في كباريه عند رقاصة والكلام ده كله. وقعد بقى يحكي لهم عن مغامراته وعن جرايمه وعن قوة قلبه. وما يعرفش إن أبو الرجال الحقيقي الوحش الحقيقي قاعد في نفس المكان وسامع كل اللي بيقوله. الناس بقت تعمل لمراته ألف حساب وتشلها الفاكهة وتشلها كل حاجة لحد البيت، ومبقاش حد يقدر يدوسلها على طرف. ده حتى جوز أخته كان بيعمل له ألف حساب وخايف إن هو يزعل أخته وخايف منه. زكي بعد ما اتفقت معاه مراته إن هو يسمع كلام عم سيد ويلبس عباية الوحش، بعد ما لقى إن الناس احترمته جدا وبقى كأنه الوحش وبقى ينفخ نفسه قدامهم ويتعامل كأنه الوحش بالظبط. وفي يوم وهو راجع بالليل ناس طلعوا عليه وخطفوه وخدوه مكان ما يعرفهوش، وبص لقى نفسه قدام واحد يشبه له تقريبا. زكي قال له انت مين وايه اللي جابني هنا؟ قال له انا الوحش الحقيقي، انا ابو الرجال اللي انت واخد دوري. طبعا زكي كان مرعوب جدا لما شاف الوحش الحقيقي. والوحش لما لقاه طيب ومرعوب وما منوش فايدة راح سابه ورجع وقال له انت يا ابني لا هتتجنن يا يحصل لك اي حاجة. قال لهم سيبوه وهو ونصيبه. وبعد كده البوليس راقب واحد من رجالة الوحش وقبضوا عليه وورالهم صورة الوحش الحقيقي، وطبعا نشروه في الجورنان وقالوا ان هو ده الوحش الحقيقي. وهنا الناس كلها عرفت بقى ان زكي مش هو الوحش ومش هو ابو الرجال. وضاعت هيبته بين الناس والناس ما بقتش تخاف منه، وهو رجع يخاف من الناس اكتر من الاول. صاحب البيت لما عرف ان زكي مش هو ابو الرجال ومش هو الوحش الحقيقي خد رجالته وراح لشقة زكي ورماله حاجته في الشارع وابتدى يطرده من الشقة. طبعا مراته واخته بقوا يدافعوا عن نفسهم، راحوا ضاربينهم الرجالة بتاعت صاحب البيت. وطبعا زكي قاعد يتفرج وميت من الرعب ومش قادر يدافع عن نفسه ولا عن مراته ولا عن اخته ولا عن ابنه. ومراته تستنجد بيه وتقوله الحقني، وابنه يقوله الحق ماما، وهو ولا رد فعل ليه. لغاية ما واحد فيهم ابتدى يغتصب مراته قدامه وقدام ابنه الصغير، وهو انه يتحرك ده جبان مش قادر يتحرك. وبعد كده الدم جري في عروقه وما قدرش يستحمل المناظر اللي بيشوفها، وقام نزل فيهم ضرب طخ تخ طخ. ورمى واحد من الشباك كان شايل ابنه وعايز يرميه.
ونزل ضرب فيهم كلهم لما قال يا بس. ده نزل تحت كمان، كمل على الناس اللي موجودة تحت، صاحب البيت والراجل اللي معاه برضو نزل فيهم ضرب لما قال يا بس. مراته قاعدة مذهولة ومش مصدقة ان ده ذكي، ازاي يتحول كده وازاي قدر يعمل كده، ازاي حولوه من راجل طيب لراجل شرير كده. وبعد ما ضربهم كلهم وخد حقه وحق مراته وحق ابنه وحق اخته، جري على وكر الوحش، ودارت بينه وبين الوحش معركة كبيرة برضو. الوحش قال له ايه اللي جابك؟ قال له انا جاي يا تقتلني يا اقتلك. قال له طب ليه كده؟ قال له عشان انت لو انت عشت انا مش هعرف اعيش، وانا جاي اقتلك عشان اقتل زكي الطيب اللي جوايا. وفعلا دارت معركة كبيرة جدا ما بينهم، وفضلوا يضربوا بعض لما قالوا يا بس، لغاية ما زكي قتل الوحش. وهنا الحكومة جاية تسأل على زكي، مراته انهارت وقالت لهم عايزين منه ايه تاني؟ مش ضيعتوه وضيعتوا زكي الطيب؟ زكي مش بس قتل الوحش، ده قتل الإنسان الطيب الجبان اللي جواه. فعلا الإنسان لما بيتعرض لضغط شديد بتتقتل جواه الإنسانية، وبيتحول لإنسان فظيع جدا وعديم الرحمة. ربنا يرحمنا كلنا، لله الأمر من قبل ومن بعد.